الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان في قناة تفانين منوعة. أحب أرحب بكم في جروب صفحة تفانين منوعة على الفيسبوك. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل مفرش ده بالشكل ده. مفرش شيك جدا، رقيق، وزنه خفيف 115 جرام. طبعا هو مفرش صغير مش كبير. أنا مستخدمة فيه خرز مقاس 8 شفاف ومط. المقاسات كلها 8، مستخدمة الأصفر والأخضر والأبيض. طبعا محتاجة إبرة أو ممكن من غير إبرة عادي برضو، وخيط صيد مقاس 40-45 الموجود عندك. احنا قلنا وزنه 115. الأبيض فيه 40 جرام والأخضر 30 جرام والأصفر 45 جرام. هنعمل الورشة مع بعض وأتمنى يا رب تعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الورشة بتاعتنا. هناخد 6 خرزات، 6، وهنربطهم. ربطتين كده، تمام. احنا ان شاء الله هنشتغل المفرش بتاعنا النهارده بفتلة واحدة، عشان اللي ما بيعرفش يعمل بالفتلتين والعقدة. فانا مرة عملت مفرش بفتلتين وعقدة، المفرش ده هعمله لكم فتلة واحدة. وزي ما قلت قبل كده ان ترتيب الالوان بتبقى عكس بعضيها. يعني انت لو مثلا او انا هشرحها لكم دلوقتي وانا بشتغل عشان يبان اكتر. الاول هندخل الابره بتاعتنا في الخرز، بس مش هشد العقده الا اما احط الخرز بتاعي عشان ما يضايقنيش. هنشتغل 6×1، يعني هناخد 5 خرزات. هناخد ابيض، اصفر، و3 ابيض. ترتيب الالوان كده. وبعدين هنمرر الخيط في نفس الخرزة اللي طالع منها الخيط، هنمرره. احنا طبعا ما دخلناش العقدة عشان خاطر ما نمرر تاني كده. بس انا كده ايه، هشد الخيط بتاعي عشان يبقى العقدة نص الخرزة. الطرف ده بتمرريه في الخرزتين كده وتقطعيه، خلاص مش عاوزينه. تمام. بعد كده بقى هنمرر الابرة في خرزة اللي هي هنشتغل عليه. تمام. وبعد كده احنا كده معايا خرزة اهي، والخرزة دي همرر فيها تاني. يبقى كده انا معايا خرزتين، هحط فيهم 4 عشان عايزة 6×1. هحط نفس الترتيب اللي انا ماشية بيه. بتبدأي من الشمال، اللي بتشتغلي غرزة واحدة بتبدأي من الشمال كده، وبتبدأي كده ابيض، اصفر، ابيض. لكن لو انت شغالة بطرفين وعقدة، بتبدأي من اليمين كده، هتحطي 3 ابيض، واحدة اصفر، واحدة ابيض، وبتعملي العقدة هنا. يبقى دي الفرق ما بين طرف واحد والطرفين. الطرف واحد بتشتغلي كده بتحطي الخرز بتاعك بتعديه عشان ترتيب الالوان من الشمال كده، والطرفين تبدأي من اليمين كده. انا هحط واحدة ابيض، واحدة اصفر، واتنين ابيض عشان انا عايزاهم 6، فانا هحط 4. ليه 2 ابيض؟ عشان خاطر في واحدة مشتركة هنا هتبقى 3 كأن هي كده، وهتكمل ال6 بتوعها.
ترجعي تمرري تاني الإبرة في الخرزة البيضة دي، شايفين كده؟ الإبرة في الخرزة البيضة دي وكمان في الخرزة الصفرا دي تاني. بقت بالشكل ده كده. نعمل واحدة كمان، هنمرر الإبرة في الخرزة اللي هنشتغل عليها، واحط الترتيب بتاعي اللي هو هيبقى ابيض اصفر 2 ابيض، عشان انا هدخل الخيط هنا بقت دي مشتركه، يبقى كده كلها 6 خرزات اللي هي عايزينها 6 على 1. هناخد واحده ابيض، واحده اصفر، و2 ابيض. برضو هنمررها في الخرزه اللي هتبقى مشتركه دي كده. ادي خرزتين اهو، حطينا عليهم 4، يبقى كده 6 على 1. السطر كله بتعمليه بالشكل ده كده. عملت السطر بس فاضل اخر خرزه اهي هتمرري فيها الابره. انت ممكن تشتغلي بابره وممكن تشتغلي بالخيط عادي، بس طبعا الابره بتبقى اسهل. كمان هتمرري في الخرزه الرئيسيه دي قلنا عشان نطلع للسطر اللي بعد كده كده. يبقى معاكي 3 خرزات عشان احنا بنمرر في الخرزه ديت، فهنحط معاكي 3 هتحطي عليهم 3 بالترتيب برضو اللي هو من الشمال. هتحطي واحده صفرة عشان احنا كده البيضة محطوطة اهي، فهنحط الاصفر وهنحط 2 ابيض. هنمررها في اللي هي البيضة اللي احنا بنمرر فيها اللي هي المشتركة دي، عشان كده تبقى معانا 6 خرزات. وبنفس الترتيب تتمرري بقى الإبرة هنا، تطلعي تاني في الخرزة اللي هي الرأسية دي عشان تطلعي للسطر التاني. تمام. السطر التاني هيبقى بالتبادل 6 على 2 و5 على 1 على خرزتين اللي هم تحتيهم خرزة اللي هو عاملين حرف الواي ده كده. هنشتغل 6 على 2، وعلى الخرزة اللي لوحديها دي هنشتغل 6 على 1. فاحنا كده هنبدأ نشتغل 6 على 2. هنمرر الإبرة بتاعتي في الخرزة دي عشان اشتغل على خرزتين دول. واحط طبعا هنحط 4 خرزات، هنحط ابيض واخضر و2 ابيض. يبقى ابيض اخضر 2 ابيض. هنمررها فين؟ هنمررها في الخرزة ديت عشان احنا بنشتغل على الخرزتين دول كده. ده كده عملتي اول غرزة او اول حلقة بالشكل ده كده. الخرزة اللي هي الخرزة لوحديها دي هنشتغل 5 على 1. هنحط ابيض اخضر ابيض 3 خرزات. ليه؟ عشان احنا هنرجع نمرر هنا، يبقى هنا خرزتين و3 هيبقوا 5. تمام. يبقى اول حاجه عملتها 6 على 1 6 على 2 اهم 6 على 2 6 على 2. واللي بعديها هشتغل 5 على 1. هو هيبقى بالتبادل 6 على 2 و5 على 1. هنمرر الابره في الخرزتين دول زي ما اتفقنا. الخرزتين اللي هما تحتيهم
خرزة كده، وهرجع اشتغل تاني. شوفي هنا عشان ما تتلخبطيش، هنا اهي الحلقة اللي احنا اشتغلناها 6×2، احنا قلنا بالطرف الواحد هنبدأ عد من الطرف الشمال، من الناحية الشمال. فهنا هتحطي ايه؟ هنا كده معاكي 3 خرزات ومحتاجة 3، فهم ال3 دول 1 2 3. هتحطي ابيض اخضر ابيض. وهنرجع نمررهم في خرزة اللي هي البيضة دي، وخرزتين اللي هم شغالين عليهم دول. وبعدين هتشتغلي بقى في الخرزة دي لوحديها، هتشتغلي 5×1، هتحطي برضو 3 خرزات اللي هو أبيض أخضر أبيض، وهكذا لغاية ما تخلصي السطر. السطر اللي هو 5×1 و6×2. بعد كده السطر اللي بعد كده هنشتغل، طبعا هنمرر الخيط في الخرزة البيضة دي، والسطر اللي جاي هيبقى كله رباعي. تمام. هنحط أبيض، نحط 3 خرزات أبيض و2 أخضر. هنمرر تاني نفس الخرزة بالشكل ده كده. هنشتغل برضو في الخرزة اللي بعديها، وهنحط أخضر أبيض. ناخد الخرزة اللي بعديها كمان عشان هنشتغل عليها، هتحطي أبيض أخضر. يبقى انت كده ماشية بالتبادل. على الخرزة البيضاء هتحطي أبيض أخضر، وعلى الخرزة الخضراء هتحطي أخضر أبيض، تعكسي بالشكل ده كده. كده هنشتغل السطر اللي بعده زي ما قلنا، هنشتغل 5×1. طبعا هنمرر هنا الإبرة في الخرزة الخضراء. تمام. وهنحط أخضر أصفر 2 أبيض. ده كده هنحط 4 خرزات بالترتيب ده كده عشان هنشتغل 5×1. وهنمرر في نفس الخرزة اللي طالع منها الخيط، وهنمرر في الخرزة اللي جنبيها كمان عشان خاطر نشتغل عليه. بعد كده نحط أبيض، نحط 3 خرزات أبيض أصفر أخضر، بس ترتيب الألوان دي. هنرجع نمرر تاني في الخرزة اللي هي الخضراء والبيضة اللي شغالين فيها، وأرجع تاني وأمرر في الخرزة اللي لسه هشتغل عليها. بالشكل ده كده. تمام. هنرجع تاني. شوفي انت على الخرزة الخضراء هي اللي هتشتغلي عليها، انت كنت شغالة عليها ايه؟ كنت شغالة عليها أخضر أصفر 2 أبيض. فهنحط 3 خرزات عشان الأبيض موجودة، هتحطي أخضر أصفر أبيض، أخضر أصفر أبيض. وتمرري كده برضو زي 3 خرزات دول.
برضو الخرزة البيضة هنا هتحطي أبيض أصفر أخضر، وهكذا هتمشي بالشكل ده. كده زي ما انتم شايفين خلصنا السطر اللي هو الرابع، اللي هو 5×1، وبقى عندي الشكل ده كده. بعد كده هنعمل اللي هو السطر الخامس، هنعمل 6×2 زي ما اتفقنا. معنى على 2 يعني بنشتغل على الخرزتين اللي تحتيهم الخرزة اللي هي الرأسية دي اللي عاملة حرف واو. فأنا كده همرر الخيط بتاعي في الخرزة البيضاء. تمام. وبعد كده هحط 4 خرزات، هحط أبيض وأصفر و2 أخضر. وهمرر تاني الإبرة في الخرزتين، وبعدين همرر في الخرزتين اللي بعد كده بالشكل ده كده. وبعدين أحط أخضر أصفر أبيض. وبرضه همرر في الخرزة اللي هي البيضة دي الرأسية دي، وهمرر في الاتنين اللي احنا اشتغلنا عليهم. أرجع أمرر تاني في الخرزتين دول عشان احنا بنشتغل 6×2، يعني الحلقة تكون 6 خرزات على الحلقة كلها 6 خرزات، يعني تحطي 4×2. هنا كده برضو عشان ما نحفظش نشوف. ادي خرزتين هم الاصفر والابيض، اصفر والابيض. هنا طالعين بايه؟ طالعين ابيض اصفر 2 اخضر. في هنا اخضر مشتركة، فانا احط ابيض اصفر اخضر، ابيض اصفر اخضر، ترتيب ده كده. وبعدين هنمرره برضو في الخرزة الخضراء وفي الاتنين اللي احنا كنا شغالين عليهم، وارجع امرر تاني في الخرزتين اللي بعد كده، واشوف هنا برضو احنا كنا حاطين هنا اخضر اصفر ابيض، هنحط برضو 3 خرزات اخضر اصفر ابيض. وهكذا لغايه ما نكمل السطر. طبعا اخر السطر نحط خرزتين بس عشان نطلع في الخرزه الرأسيه. كده خلصنا السطر اللي هو 6×2 بقى بالشكل ده كده. بعد كده الخيط بتاعنا طالع من الخرزة الخضراء، فهحط أخضر، أشتغل غرزة رباعية، فهحط أخضر و2 أصفر، أمرر الخيط في قلب الخرزة تاني، وهمررها في الخرزة اللي جنبيها عشان أشتغل عليها. تمام. بعد كده أحط واحدة أصفر واحدة أخضر، وبرضو هنمرر في الخرزة اللي هي الخضرة دي والخرزة اللي احنا كنا شغالين عليها. بعد كده همرر في الخرزة البيضاء، واحط واحدة ابيض واحدة اصفر،
بالشكل ده كده. يعني انتي على الخرزة لو الخضرة كده، بعد كده على الخرزة الخضرا هتحطي أخضر أصفر، على الأصفر أصفر أخضر، على الأبيض أبيض أصفر، وهكذا بالترتيب ده كده لغاية ما نخلص السطر. كده خلصنا الدور الرباعي بقى بالشكل ده، المفرش بالشكل ده. بعد كده هنعمل سطر رباعي برضو. هنحط هي الخيط طالع لي، طبعا الخيط كان طالع من هنا وانا مررته هنا. هنحط واحدة اصفر واتنين ابيض، وتمرري تاني في الخرزة اللي هي الصفرة بالشكل ده، نفس ما عملنا في السطر اللي فات. تشتغلي على كل خرزة غرزة رباعية بس مع ترتيب الالوان. هنا هنحط اخضر واصفر خرزتين، ترجعي تمرري تاني. كمان اخدت الخرزة اللي هي هشتغل فيها بالشكل ده كده. هنكمل بقية السطر خرزتين خرزتين ترتيب الالوان، واخر حاجة نطلعي في الخرزة الرئيسية وتحطي خرزة واحدة بس. كده خلصنا السطر الرباعي التاني زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده كده. بعد كده هنيجي مثلا عند الخرزة الزرقاء، قصدي الخضراء، هنحط 7 خرزات، هنلضم 7 خرزات، 2 4 6 7، وهتعدي 1 2 3، وفي الخرزة الخضراء هتمرري فيها الإبرة بالشكل ده كده. بعد كده هنشتغل في الخرزة الصفراء، وتريحيها كده ما تشدهاش قوي عشان ما تضمش الشغل معاكي. وبرضو هنحط 7 خرزات، وهنمررها برضو في الخرزة الصفراء. هتعدي 1 2 3 وتمرري اهي في الخرزة الصفراء برضو بالشكل ده كده. بعد كده هنمرر، يعني احنا هتحطي الالوان اخضر اصفر ابيض اخضر اصفر ابيض وهكذا. ادي الخرزة البيضة اهي هنمرر فيها، وبعدين برضو هتحطي 7 ابيض، 7 خرزات، وبرضو هنمررها في الخرزة البيضة. هتعدي 1 2 3 وادي في الابيض. هتكرري بالشكل ده الدور كله. وبكده ده الشكل النهائي كده للمفرش. اتمنى يا رب يعجبكم، تكون الورشة سهلة. ما تنسوش اللي مشتركش معانا في القناة اشتركوا وفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصل كل جديد، وشير ولايك عشان الكل يستفاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.